بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. اش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وفي احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم جبت لكم فيديو جديد وهو بسبوسه بلا بيض بمذاق ديال الليمون او المندرين. كتجي رائعه وكتجي معلكه وكتجي زوينه بزاف وراه سهله في التحضير ومكونات ديالها راه بسيطه. ومرحبا بكم ومرحبا بالناس الجداد اللي التحقوا بالقناه ديالي، واللي مازال ما اشترك يشترك وفعل الجرس ديما توصلوا بجديد الوصفات ديالي. ودابا ندوز معكم المقادير اللي غادي نوجد بهم هذه البسبوسه. بسم الله على بركه الله. باش غادي نوجد هذه البسبوسه عندي هنايا كاس ديال الطحين ابيض فورس، 2 كيسان ديال السميده ديال اللي كنوجدوا بها البسبوسه، كاس ديال الكوك او جوز الهند، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس ديال عصير البرتقال عصير المندرين، كاس مع مرش ديال سكر خشن اي سكر سنيده. وهنا كما كتلاحظوا عندي 2 مندرينات غسلتهم وزولت ليهم النواه اللي فيهم اي العظم وطحنتهم بكل شيء ديالهم، طحنتهم بالقشره بكل شيء. هادو المندرين مطحون بكل شيء ليه. وعندي هنا كيف ما كتشوفوا كاس ديال الماء. هذا الماء غادي نخليه احتياطي الا خصني مازال السوائل غنزيد شويه ديال الماء. وعندي 2 اكياس ديال الخميره الكيماويه بجوجهم من وزن 16 غرام. وعندي قبصه الملح. بسم الله. غنوضعوا النواشف هما الاولين، 2 كيسان ديال السميده، كاس ديال الطحين الابيض الفورس. هاد البسبوسه هادي ما غاديش نستعمل فيها البيض ولكن كتجي رائعه. غادي نزيد كاس ديال الكوك، نزيد قبصه ملح، غادي نزيد كاس ديال السكر، جوج اكياس ديال الخميره الكيماويه، غادي نخلط او نمزج هاد النواشف هكا مزيان تتجانس مع بعضهم. من بعد غادي نضيف ليهم هاد 2 مندرينات مطحونين. غادي نضيف كاس ديال عصير البرتقال، كاس الا ربع ديال الزيت، صافي. وغادي نخلط مزيان هاد النواشف. هاد الخليط هذا خصو يكون شويه سائل، ما يكونش باش ما تجيناش مدقصه. ساهله في التحضير. بالنسبه للسيرو اللي غادي نسقيها به انا درتو كيطيب وضعت واحد كاس ديال السكر مع كاس كبير ديال الماء ومع نص ليمونه حامضه وخليته كيطيب واحد 20 دقيقه. غادي نضيف هنا واحد 4 كاس غادي نضيف ليه واحد 4 كاس ديال الماء. بالنسبه لهاد البسبوسه غادي نخليها ترتاح، نحطها جانبا ترتاح واحد 2 ديال الدقائق حتى تشرب ديك السميده، تشرب السوائل اللي خصها. هذيك الساعه نشوف الا خصني مازال شويه ديال الماء نزيدو، ما خصنيش بركه عليها. بالنسبه للبسبوسه القوام ديالها هو هذا كيف ما كتلاحظوا. رصت عليها واحد 4 كاس ديال الماء. خديت هنا الليمون فاش اللي غادي يدخل الفران دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق والفران شعلته يسخن على 180 درجه. دابا غادي نوضع البسبوسه ديالي طيب.
باش تجي مقاده في المول. البسبوسه ديالي بالبرتقال كيف ما كتشوفوا بدون بيض. دابا غادي ندخلها في الفران طيب سخون على 180 درجه. بعد ما طيب غادي نسقيها بالسيرو ونزينها اما بالكوك او بالبرتقال. المهم هانتوما معايا. البسبوسه ديالي بعد ما خرجتها من الفران كيف جات، هي راه رائعه ومحمره مزيانه بلا بيض كيف ما قلت لكم وبمذاق البرتقال. بعد ما باقا سخونه بعد ما خرجتها من الفران غادي نسقيها مباشره بالسيرو. كنعاون هكا بالشيته باش يدخل يتوزع على الجميع على البسبوسه كامله. البسبوسه سخونه والسيرو راه بارد. الا كانت البسبوسه بارده السيرو ضروري يكون سخون، كيكون العكس. دابا غادي نزينها بالكوك. الشكل النهائي ديال البسبوسه ها هو كيف جا كيف ما كتشوفوا. كنتمنى هاد البسبوسه هذه تكون عجباتكم وراه ساهله وما فيهاش البيض وكتوجد غير بالمعلقه. وكنتمنىها تعجبكم وكنشكركم بزاف على الوفاء ديالكم وعلى المتابعه ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله مع شي وصفه جديده او شي فيديو جديد وبسلامه عليكم.